اليوم الإخوان المسلمين هم الذين يجلسون في سدة الحكم، ونحن الذين رشحناهم لهذا. وأنا واضح جدا وأن إيمانياتي الخاصة بي أن الإخوان لا يمكن يردوا جميل لأحد، مستحيل. شوف، امسح البلاط ليهم، افعل ما شئت، لكن ما دمت أنت خارج الجماعة فلا يمكن أن تنال منهم خيرا. ولو أنت مت جوع يعني، لو أبو إسلام في يوم من الأيام اتقبض عليه في السجن وأولاده في حاجة إلى لقمة عيش، شوفوا هعمل إيه؟ أقسم بالله لا تصدر الأوامر بعدم إعانة أولاد أبو إسلام، أقسم بالله بظهر الغيب. ده عن تجارب طويلة. أنا مش ده، أنا بس ورغم ذلك أنا الأمر مش تحدي بيني وبين الإخوان إطلاقا، لا، أنا بسعى إلى إني أكسب منهم للأمة. فبقول لهم إن كونوا خدم للأمة اللي انتخبوكم. أشكرك يا دكتور مرسي، وأشكر الإخوان المسلمين، وأشكر الجماعة الإسلامية اللي قالت إحنا نقدر. نشكر كل من شارك في هذه المظاهرة اللي تهان فيها أولادنا. وهذه لحية تضرب بانتقام، تضرب بغل. ما الثمن؟ ولماذا؟ ومن أجل ماذا؟ وما المكسب الذي تحقق؟ هل تحقق شيء؟ أم كانت مناورة؟ هل تحقق شيء؟ المولد اتفض، اتعمل مولد واتفض.